السلام عليكم. قسما بالله العظيم ما في اي فبركه هذا الفيديو، وكان عفوي، وقسما بالله مره ثانيه بان ما ابي من هالموضوع رياء وابي احد يمدحني. ادري كم واحد بيطلع بيسوي نفسه انه كريم، لا والله عندنا وعندكم خير. ادري ما فهمتوا شيء، بس انا اقول لكم القصه باختصار. هذه الشغاله اللي هي بالنسبه لي مثل بنتي، مرت بظروف قاهره. وصل الخبر عن طريق المدام، قالت يبا اذا ما دبرت $3000 أي ما يقارب 1000 دينار بأسرع وقت، أمها وأبوها وأخوانها وأهلها كلهم راح يتأذون ويمكن ينطردون من بيتهم. صورنا لكم هذا المقطع ونبي نشوف ردة فعلها وناستها. رابن مكيف حتى 24 بكتابك حين ترى الله. ليش قاعد أسوي كذي؟ احنا لازم نكون طيبين مع الناس الطيبين، لازم نكون فزاعين مع الناس الفزاعة. ترى كل الخدم اللي عندنا ويشتغلون عندنا في البيوت هم الشمعة اللي قاعد تحترق عشان اسعاد الآخرين. انت لأنك زين واجد. انا احبك حيل، وهذا سيوف يحبها. تحبها بوسها. انا زين. قولي شكرا. شوفي الفيديو هني صورنا. لا سالين. فالمساكين أغلب الخدم كل فلوسهم يصرفونها على أهاليهم هناك، فإذا مروا بظروف لازم احنا اللي نوقف معاهم، مثل ما هم سند لأهلهم هناك لازم نحسسهم بأن احنا سند لهم هني. احنا إذا احتجنا يمكن نروح نتسلف، إذا احتجنا ممكن نروح ناخذ قرض، لكن خدمنا إذا مروا في ظروف لا حكي يقدرون يقولون، ولا كلام، ولا قرض يقدرون ياخذونه، ولا أحد يثق فيهم ويسلفهم. فإذا كنت أنت لهم السند وكنت سبب بسعادتهم وابتسامتهم، صدقني الأجر كبير. وفزعتي لها ليش؟ لأن هي مثل ما هي طيبة وكريمة وتفزع لأهلها، وتلاقي درست أخوانها وزوجت أختها ووظفت أخوها. ليش ما نكون احنا لها السند هني في الكويت؟ ليش ما نحسسها ان فعلا مثل ما هي قاعدة تسوي الخير برا، هني احنا نقدر نسوي لك الخير مثل ما انت سويتي. ترى كما تدين تدان، مو بس بالشر وبالضرر، كما تدين تدان ايضا بالافعال الخيرية. ليش ما نحسسهم ان الدنيا بخير ونقدر نفزع معاكم مثل ما انتم قاعد تفزعون لاهاليكم؟ وترى على فكرة اللي يعطي راح يستانس اكثر من اللي ياخذ، فحسوا بطعم هذه الوناسة. بهذا أن يكبر قدرك عند الله.